عشان ما يتنصبش عليك وانت بتشتري شقة او بتشتري وحدة سكنية في عمارة او في برج. في شوية حاجات لازم تاخد بالك منهم. لو مهتم تعرف الحاجات ديت تابع معايا الفيديو للآخر. لما تيجي تشتري شقة او وحدة سكنية في عمارة او في برج، لازم تاخد بالك من حاجات معينة عشان يبقى البيع صحيح وما يتنصبش عليك من النصابين. اول حاجة وهي ان حضرتك بتطلب اوراق الارض المقام عليها البرج او العمارة ديت، وتشوف مين المالك بتاعها، وتشوف هل المالك ده شخص واحد او عدة اشخاص. تاني حاجة حضرتك بتشوف التراخيص بتاعة البناء، وطبعا ما بتشوفهاش مجرد رأي العين بس، لا ده انت بتسأل عليها كمان في الجهات المختصة اللي اصدرت التراخيص دي. تالت حاجة بينكتب في العقد عند حضرتك طبعا المساحة والثمن ومواصفات الشقة او الوحدة السكنية اللي انت واخدها، وبتقول فيه ان لازم يكون لك حصة شائعة في الارض المقام عليها الوحدة السكنية او المبنى باكمله. وكمان حضرتك لازم يكون عند سداد الثمن تقول ان تم سداد المبلغ كاملا في عقد البيع او عقد الملكية. وحاجة كمان وهي إن لازم بيكون موجود في شرط جزائي في حالة في حالة الرجوع أو العدول أو في حالة مخالفة بند من بنود هذا العقد. وكمان حضرتك طبعا لازم بيبقى في إقرار على البائعين إنهم ملتزمون للحضور قدام الجهات الحكومية أو الجهات المختصة لتسجيل هذا العقد عقد سليم وصحيح من الناحية القانونية. وكمان أخيرا لازم تاخد كل الأوراق الملكية الدالة على ملكية الملاك لهذا العقار أو لهذه العمارة. خلصت معلوماتنا النهاردة، ويا رب تكون كانت مفيدة بالنسبة لكم. ولازم تاخد بالك كويس جدا من حالات النصب اللي انتشرت كتير في هذه الأوقات.